بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا فصل سيام برزان درس الرابردو فصل كمان كالجيرنا نشان كيفية تفسير القرآن. درس الرابردو باز لا تفسير بالمأثور ما نكردو هروها تفسير بالرأي. أمر دين السر المبحث الثالث باز لا العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي، أو زانستاني كمفسر بالرأي يعني مفسر بالاجتهاد بيويسي بيتي بويا ما درسان الرابردوش كباس ما كرد برس ما قلت تفسير بالرأي مقبولة كاتجرهات وبناك لا لسرسة لسر علم لسر زانستا بابين أو علومانات سيا كمفسر بالرأي بيويسي بيها. لقد اعتنى العلماء بالعلوم التي يحتاج إليها المفسر زانان جرينجان بو زانستان داوا كمفسر بيويسي بيتي. وقد سمى بعضهم هذا المبحث شروط المفسر. زهان ديك لو أنا ناوي بيدا قلت شروط المفسر بويا قد سيري كتبي علوم القرآن بكين يعني بابي كان هي يعني كتابي كان هي لكتايزيات أنا لكتاب التفسير أغلب ودكويت أخيري بس لتفسير ذكن تبين جينا عشان شروط المفسر يعني العلوم التي يحتاج إليها المفسر لو يبوا ناونشانة بس كراوا. ولما كان المفسر هو المبين عن المعنى كمفسر رنكروي معناه فإنه بذلك غير مستنبط أو مستنبط نية ورجر نية. والاختلاف المهمة بينهما يعني لنيوان مستنبط مبيني أجسير كان خلافيتي يعني خلافيتي جرينكي لنيوانيان، فإن العلوم التي يحتاج إليه المستنبط غير العلوم التي يحتاج إليه المفسر. أو مستنبط أو زانستانيك أو بي بي وكونيا كمفسر بي هي برزان. ابن عرفاء كيك كلا مفسر كان صالح شصة تسار وفات دكاتن التفسير كي خوي باسي هنديك شدك لو أنا بابزان انصدله ضل الناس على أقسام باسي مفسر كان دكادر تنزوريكن هان مجتهدة مفسرة وكون مندنتو وكو عز الدين كوري عبد السلام عزي كوري عبد السلام سلطان العلماء، وآخر مفسر غير مجتهد مفسرة ولا مجتهدني يعني مفسرة ومجتهدة يعني مفسرة ومجتهدني. وكبون من درس سيبويه وفارسي وزجاج وزمخشري فإنهم لم يحصلوا أدوات الاجتهاد وحصلوا أدوات التفسير. أو أنا نجيشن بأدوات اجتهاد بلام جيشن بأدوات التفسير يعني لغان لا دتوان بهوي لغة أجسيرش كي أوانا وكو سيبويه فارسي زجاج زمخشريش بهماش دا جسير يعني أوانا تفسيرك لا يعني اللغوي تدا زالة بو يصير لك أوانا أدوات تفسير يعني برجسته كردوه بلام أدوات تفسير يعني برجسته كردوه بهمان شد أدوات اجتهاد كبمنا مجتهد ضلين نخير نجيشتونا بو اللي ما بين مجتهد مستنبط مفسر جوازين نيوان دكاتن. وإذا كان الشرط العام للرأي المحمودي لبو كتفسير بالرأي كلمان دوزر محمود مذموم لبو تفسير بالرأي المحمودي مرجمان بودانا مرزق اشتكان التي يجب أن يتوفر في المفسر كوادبيت المفسر هاي بيتنا أو مرزانا أو مرزق برزان العلم زانست قصدين باسي عندكين. فإن الحديث هنا عن أنواع المعلومات باز لتزوري زوركان زانياريا كان دكان المؤثرة في القول بالرأي والاجتهاد ككاريجر لسر التفسير بالرأي وتفسير بالاجتهاد. ويمكن إدراك هذه الأنواع دتوان أو زورانا من المعلومات لو زانيارانا التي يحتاج إليها المفسر كمفسر بيوسي بيتين بإدراك سند بدا سيدين تفرمي مهمتي في كتاب الله أوانا أويكا جريجكي لو يدك القرآن دابون منها. فالمفسر ليس فقيها مفسر فقيه يفسر ما يتعلق بآيات من أحكام مستردة يعني أونية بري فقيه فقيه إشي أو آياتان كبيون دار بأحكام دي استنباط دكاتور حكم فقيه كان لي ورد قريتن وليس أصوليا مفسر أصولي نيا يستنبط أصول الأحكام بيت أصول أحكام كأدلة أحكامه لا مسألة استنباطات كان وهروها دفرمي ويستدل عليها بالقرآن ولا نحويا مفسر نحوي نيا يستشهد لقراءة من قواعد النحو بالآيات لقاعدة لبو قاعدة النحوي استشهاد بآياتك بكاتسن
ولا بلاغيا مفسر بلاغي نية سبكات يبين محاسن التعبير وما يعتويه من أسرار البلاغة بتي سبكات محاسن التعبير وأسرار البلاغة لقرآن دا دربينة. إنما المفسر أدي مفسر تيا بارزان وطبعا أوهانية بلكم مفسر مبين لمعنى كلام الله رونكروي كلام خدايا زار رونكرنوي كلام خواي جورش أجا سيري قرآن كين أو زانستان تعزباس ما كان هرم ويتدا فهو يأخذ من هذه العلوم لو زانستان سور دقري وغيرها غير أوانش القدر الذي يفيده أو أندازة كبيوسي بيهتي لبوتسي بيوسي بيهتي في إبانة المعنى بو معنى يكرون مكاتوا وما زاد عن ذلك لو زياتر فهو من المعلومات التي يأتي بعد التفسير أو تتوين بلين كاكا أو زانيار يعني لباش تفسير إيش بيتي لأنه تفسير إيش بي نيا. وتختلف أهمية هذه العلوم باختلاف حاجة المفسر إليها. جرينجام زانستانا بريزان لتسبة دردكوي بهوي بيوسي مفسر سام بيوسي بيتي فليست الحاجة إلى العلم بمفردات اللغة كالحاجة إلى العلم بأصول الفقه أو بيوسي بمفردات اللغة هي وكأونك بيوسي بوزان استهيك أصول فقه. ولا شك أن ثراء المفسر في هذه العلوم يكسب تفسيره قوة بلام أجر مفسر لأصول تعوش عرزابي لنحو تعوش عرزابي لبلاغة لا صرف أو كبرن علوم بلاغة علوم اللغة بهرم الشيء وزكاني هروها أجر بيو سيري كان لأصول فقه فروعيات أصول فقه وأوزان سنة كان شار زاي زياتر بمفسر تفسيرك أما ده بهسترو والزانستي تردبه. ولا شك أن ثراء المفسر في هذه العلوم يكسب تفسيره قوة كباس ما كرد. وعلى كل حال بهرشيويك فإن هناك علوما أساسية يحتاج إليه المفسر هندي لو زانستانا بن سينان قاعدا مفسر بيوسي بيها ولا بد من توفرها عنده دبيها بللاي وهي تختلف باختلاف الآيات التي يفسرها وشبه آيات كان دا قردرت جوازية تكات دقيت أسر آياتك فأيوان دار بأحكام فقهية أتولي بيوز بأصول فقهها بيوز باستنباط فقهية تأتيت أسر آياتك لاني مسألة لغوية بيوسد با لغة وفروع لغة بيوسد بيهيتي بوده فرمي فمرة يحتاج إلى العلم بالسيرة زارها بيوز بالسيرة لسيرة ومسألة تاريخها ولا مسألة كانت دقيقة غزوات كانت لسوري بدر أو لسوري أنفال وتوبات وبيوز مسألة السيرة شهر زايجي طوابت هابدا. ومرة يحتاج إلى العلم بالسنة زارها بيوز لو كاتب بيوز بالسنة حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم. ومرة يحتاج إلى العلم بنظائر الآيات الوجوه والنظائر كذا نستجي سربقوها لعلوم القرآن أما جاي بيكراوه يعني أو آياتاني كوا بيكسون معناه يعني كلمات كان لنا آياتان هو يقدر دلالة ذات ولا يكاد يخلو من حاجتي إلى بيان معاني مفرد تكاتو هامو كلمات كان بس ماني عربية بيوس مدلولة كي معناها كي رون بكيتوها. وإذا كان قد تبين المراد بالتفسير والمعلومات التي هي من صلب التفسير فإنه سيتبين اسمع لي ربو بادر دكا يبرزان أو زانستان العلوم أو المعلومات المطلوبة للمفسر بابين بزانين أو زانستانة سين كبيوس مفسر هيبة شارزاي لهيبة. ومن أهمها لرباسي أهم كده كنما يكمشت التفسير النبوي المباشر تفسير نبوي مباشر يعني أو كبيغمري خواب بخوي تفسيري كردوا آياتكي خوينديتو تفسيري كردوا. المراد به ما يأتي فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم صراحة على التفسير أو بيوكو بنا سكيتي أو يد بني حديث يكمان هي نص شي بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم بصراحة باز تفسير آيات كذا. وهذا القسم مما لابد من معرفته معرفة تامة تبي مفسر لتفسير نبوي تعاطى شار زابي لبرتسي لبروي ناكل بيغمبر يخوا تفسيري شهبه ومفسيري شربسي تفسيري شي تربكاتن لكي لا يناقض تفسيره صلى الله عليه وسلم بوي نجس بين تفسير كاتو تفسير بيتساواني تفسير بيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت التفسير صلى الله عليه وسلم أجر تفسير النبوي ثابت بو لم يجوز العدول عنه وتركه إلى غير ناكر لي لابدين ناكر واصله بين بتسين رأي الترمان هبيتن. وقد سبب بيان هذا أوش كباس كراوا حاجة المفسر إلى معرفة عموم السنة لروكو فرعك باز دكاتن عموم السنة ده بشار زاي هبيت المفسر. لا شك أن المفسر يحتاج إلى معرفة عموم السنة قمان لو دانك بيوسي شار زاي تاوي لعموم السنة هبه لا سيما في بيان الأحكام خاصة الأحكام كان
لأن بيان الأحكام مما تتعلق بالرسول سكا بيان أحكام بيوندار بحديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في معنى قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من السورة النحل آية 3 أي محمد أو كابوتو ما نازل كردوا بوخرج رون مكروا، لكن حاجة المفسر لعموم السنة ليس كحاجة الفقيه إليها. بلام مفسر ئەوەندەی پێویستی هەیە کە پەیوەنددارە بە ئاەتەکان وەکو فەقیه نییە، لەبەرەوەی فەقیه زیاتر لە ئەحکامی فقهیا پێویستی بە حەدیثی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم. فالبون شاسع بين الحاجتين أو ديارة دو بيوستيا زور يعني جاوزيان لنيوان ده هي، كما أن السنة قد تأتي موافقة لمعنى الآيات زارها دبينين حديثك موافق آياتك بيدا قتري وجه تفسير لبو أم وجه حديث يعني وجه تفسير أما آيات بو سنة بيدا قتري تأكيد كردن، فتعزز ذلك المعنى معناها كي بهزيز دكاتن وتزيد في وضوح ذلك البيان دبيني أجزارها نموني زيادة لحسك باسكرا وزيادة الروني دكاتها. وهذا الموافقة تختلف في الأحاديث أو جواز لحسك وكو يجنيا، فبعضها يأتي موافقا للآية في أسلوبها وألفاظها ساروا وكو يقوى يعني هم آياتك وحدثك وكو يكاتوا، وبعضها يأتي موافقا لها في المعنى العامي دبيني لما ناعم عمكي دقر آياتك يقدقري نكو لفظك لكو لفظي آياتكن. أما غير ذلك مما يقع من استفادات المفسر من السنة أدي غير أوشتي كمفسر بيوسيان بالسنة، كأن يذكر المفسر ما فيها من تعميم حكمك عام دكاتن، أو موضوع طرفه القرآن طرقه القرآن يعني بابتك القرآن باسي كردوا، أو غيرها من الاستفادات وغير أوشتن سوديترها فإنها تختلف أو جوازيان بتسون يعني جواز كان كوا بحسب اختلافها في البيان، فالشواذ الرون كرنوي لا تفسيرك والتوضيح لمعاني القرآن، وإن كان جلهما لا يؤثر في البيان في الغالب. زور زاري شي حديث كان دبينين بيوندارني مباشرة بآياتك تبيني دبي توكو زيادك عندك زار هي باز ذكرت خاصة مفسراني كزور تفسير القرآن بالسنة دكن سير دكن أحاديث زور دينو يقلو أنا ابن كثير رحمة الله بلا تفسير كي زور وعدكاتن سير دكي تفسير زور بتفسير بالسنة النبوية صلى الله عليه وسلم. لكن كلما كان المفسر بالسنة أعرف كان استفادة منها وإسداد بها أكثر وأقوى. مفسر سنشار زايد السنة به سود ورقرتني شي لو سنة وإسلال بيكردني شي زور ترو بهسترا شعر زاتر بيتن بهستر دبي تفسيرك، كما ظهر ذلك جليا عند ابن كثير الدمشقي هروك دعز باسمان كرن ابن كثير رحمة الله ولا تفسيرك زور بأشكرا بدر دك بيتن أو هرب أخوي حافظي شا ورضبي حافظي هي لحديثها أو علمية كما التفسير النبوي المباشر. دوم من أسباب النزول الصريحة وقصص الآية التي يأتي بها المعنى دبي زانستي دوم الأسباب النزول أسباب النزول الصريح نك احتمالك دبي شهر زايد طوابها به وعرها قصصي آياتكان سيروش آياتكان أو كتأثير لسر معناها أو كبيوندارة بمعناها. لوش برزان بيسي بس هي مفسير دبي كتابي أسباب النزول واحدي كذا توان برين كم كتابي أسباب النزول بتسمع جيشتوا مطبوع شا وزوزور بسودا وكتابك برين عمدة لبو علمي أسباب النزول كازاناني دواي أو هرهماتون استفادان ليكردوا. أسباب النزول الصريحة من العلوم الأثرية التي لا يمكن القول فيها بالاجتهاد أو جيك كلامك بالاجتهاد اللي برويها مو نقلة، لذا فإن الطريق الوصول إليها ومعرفة تفسير السلف الذي يحتوي هذا النوع من العلم جيشتن بوجور أسباب النزول نش تيجيشتني سلفت كذا بين الصحابة برزقة فرمية وآيات بهوي أم هو كاردا بزي أو صحابة أو بسياري كرت أم آيات دابزي أو إشكال الرداء أو آيات دابزي يعني لرس السلف الصالح رضي الله عنه لبي بس يعني كذا والتحقق من صحة هذا السبب وجرينجش غير السبب النزول طريقة كي نقلة بيوستي بتسهى بسندي أو سبب نزولها صحيحة يعني صحيح يعني. أما قصص الآية يعني شروط آية كان فالأصل فيها كأنها كأسباب النزول الصريحة أو أشهر أو هايا، إذ لا يمكن لأحد أن يخترع لآية قصة ما سوناك تقول خوته وتسيرك قدام دابني بو آياتك، لكن قد يقع اجتهاد في تعيين هذه القصة بلام هندك زار خلاف دابتن آية أو قصة لبو آياتين لبو آياتين، ويقع هذا في إخبار السابقين خصوصا. سيميان لو زانستاني كوا بيوست مفسر هيبة مفسر بالرأي تفسير السلف صحابة تابعين أتباع التابعين.
تفسير السلف أهم مرجع يرجع إليه من أراد التفسير، أو كبيسي بتفسير زور جرين قدامي لو تفسير السلف بقريتها، لأنه متضمن كتفسير السلف سلخوي دقري للعلوم التي سبق طرحها، أو كبيشتر باس مان كردها تفسير نبويان هي، أسباب النزول يعني باس قصص قرآن هي، ومن طريقة تؤخذ جملة كبيرة منها لو رجاش طريقي دبني زور لو تفسيرك ورد جيرة، بل إن بعضها لا يتأتى أخذها من طريق من غير طريق الرواية عن السلفي، أوش بدسنا إلا دبل السلف نقل بكريتن إلا بشوية نقلية كأسباب النزول الصريحة والناسخ والمنسوخ بهماش الناسخ والمنسوخ دبيتن أوش رزايت طواويت الذهبي وغيرها وغير أوزان استانش. ويلاحظ أن الحاجة إلى طبقات السلف تختلف باختلاف الطبقة، بهوي جوازي طبقة كانيان خلاف شيء سنة طبقة وردة جيرة بقول فالتابعون يحتاجون إلى تفسير الصحابة، تابعي بيوسي إلى تفسير الصحابة وربقرين أدي دواي أوان وأتباع التابعين يحتاجون إلى تفسير الصحابة والتابعين، دواي أوانش بيوسيان بتفسير التابعي وما مسايكان يوانش كالصحابة بيوسيان بوان هي ومن جاء بعد أتباع التابعين وأولد دواي أتباع التابعين يجب بها ما أنشد بيوسي بهرسي طبقة هي، فإنه يحتاج إلى هذه الطبقات الثلاث. ومن أهم ما يجعل تفسيرهم مصدرا لمن جاء بعدهم ولا هرهم جرين كتير كأوي كتفسيري وانا دكاتا يعني مصدرك لبود وايخوان يكمشد أن يعرف اتفاقهم أو إجماعهم فلا يخالفه بالسيري أو تفسير بكا أجر السلف اتفاقي هبه إجماعيا هبه نابي مخالفة بكاتا دوميا أن لا يعرف التفسير المنقول المحذي إلا من طريقهم، وأو تفسيرش نزان درابه إلا بمنقول للرقايوان يعني للرقاية سلف نقل كرابة إلى غير ذلك من الوجوه التي سبق التنويه عليها في التفسير السلف كتنشتي تريشابو بيشتر باسمان كردوا سارم علم برزان مفسيري تفسير بالرأي بيوسي بيتي معاني المفردات لألفاظ القرآن دبر القرآن بزماني عربية بيوسي بيها، يعتبر هذا العلم من أهم علوم التفسير أوج لهرق زان استقني كان دادندري لأنه لا تخلو آية من مفردات تحتاج إلى البيان، إذا آية يقني دمني لا كلمة ابتدائية وكلمة زاروها غريبة معناها كي بيوسد بها رنكر نواهي. وهذا العلم ينحو إلى العلم الأثري أو أشبه ماشد شيء أثري وردقري، لأنك تجد المعنى اللغوي المفسر به في تفسير السلف أو في تفسير غيرهم من اللغويين. بها ماشد يسابون من عبد الله كري عباس رزاي خايلي بين طلبات شيهابنا في كري أزرق يام بيداغو بروسير دكاتن تفسير مفردات القرآن بسند نقل كراوة، وإمام السيوطي لعلوم القرآن زور آماجي بيكردوا ومفسير كان تريش أو روايتان هنا أو طلبة بسال عبد الله كري عباس دكات دري أو كلمة معناها عبد الله كري عباس ده فرمي أو معناها كتي دري هيز بلغي شيء استدلالي شيء شعري هيا أو دري بله استدلالي شعري ببي شعري أو شاعري كوا أو معناها كتي بوي أوج يعني أثري دقريتن أو تفسير غيره من اللغوي كان غير وانج يعني بقولوا منا مسألة سيبويه كبن الزر قديمة خلي كوري أحمد فراهيديا وأبو عبيد معمر كوري مثنى زجاجة وسيدة كيتسنان زهناتر كوانا لغوية كان، ولم يكن مقام من يبحث عن معنى لغوي من بين المعاني المذكورة اللفظية، يعني كسمان لو مقام لغوي ونينا كوا بون منوي كلغوي كان بيش إما كوا باسكرا ولا بلفظ كان دانا، لكن قد يحصل لك تحليل هذه المفردات زاروهاش بيش ما هي مفردات تحليل كين روني كينوا ومعرفة أصلها جذر كلمة كابها بزين لسيهاتها لتبين وجهة قول السلف بهذا المعنى بوي بزين سلفت سون أو معنى يكردوا دون غيره من المعاني بوي دبني طبري رضا ورحمة خايل بين هر لفظ جرهاتو طبقي الصحابة وتابعي معنى كردبيتن أجرهاتو اللغوية كان دواي خوان ان ما ناجي تريشان هبي او تفسيري تابعين تفسيري سلف بيشوان دخاتن دليل براوي اوان اهلي عربي اصلا لوان ما ناك ورد جيري. واذا تاملت الالفاظ اجر سيري الفاظ كان القران يبكين فإنه يمكن تقسيمها الى نوعين كليين. الفاظ القران دبيت دوبه شي سرت شي برزان. النوع الاول ما يكون له معنى واحد كلمه هي معناها لا غير في اللغه العربيه معنى ترينيا، وهو قسمان اول شيء عنده زورا ما يكون معناه ظاهرا معناه كيف ظاهرا للكل لا يحتاج فيه الى البيان بيوسي برون كنا وناكا وكوتس لفظ الارض هم كزاني ارض يعني زوي مع هم كزاني ما يعني هواء هواء شمس خورة قمر مانجا وغيرها او هم كزاني يعني لبوكس خفينيا شاراونيا دوميا ما يحتاج الى باني بيوسي برون كرنويا
لخفائي لبروي معناها كي خفية شعراوية. وأقول لفظي باسقات يعني تسيا، لفظي موريات يعني تسيا، مغيرات يعني تسيا، يعني أو أنا ما بيسم بمفرداتي لغيتها وكمانا أو كلمانا بزاني لبر أوي خفايا انتداهية. أو زوري كم كيك معناه هي زوري دوما نوع ثاني ما يكون له أكثر من معنى زارها دوما هي واشهر لزماني عربي وما مشتركات لفظي ما هي زارها مشتركات كان مترادفة زارها تضادة يعني سيدك ولا قرآن جوشتانا همانا برزان زابون من الكلمة من هي دوما هي أول شيء عند بيت دوزور يعني يكون السلف قد فسروا الآية بهذه المعاني اللغوية المحتملة ده بين السلف هردو معناها كان ليش عند دايتوا كلفظ عسعسا سيرك عسعسا بخوي بدو معنى ديتن لفظي تضادش يعني أقبل وأتبر يعني هردو معنى ده يعني شوكات كدي شوكات كدروع شوكات كدي ما بس بين المغربة ما داخل الشو دبين وكاتش كأدبر الدروع يعني كشوكو تايدي بياني دادتن لفظي قصورة فرد من قسورة يعني لفظ قرى يتربصن بأنفسهن 3 قرى ذا قرى هاللفظ شيء تضاد دوما ما ناكش تجيكن عندك لزانان يسابون من إمام أبو حنيفة إمام أحمد دري ما بس بحيضة إمام الشافعي إمام مالك دري ما بس بطهرة هو تضادا هو سلف تيكر دي أواني معناه كردو بلام معناه كمعناه لغوي محتملة دوميا أن يكون بعض المعاني اللغوية المحتملة مما لم يفسر به السلف سلف أو زوريان معناه نكرديا كان كلمة كان لغوية كاش كلمة كان محتملة زيادة اللي يجمعنا دقري. وقد سبق بأن حكم الإتيان بتفسير لغوي لم يرد عن السلف أو كباس ما كرد هندق تفسير لغوي كالسلف ده نهاتوا بيش جزا باس ما كردوا وقد يكون يعني ويكون مرجع هذا التفسير كتب اللغة لرأوا بيسما بكتب اللغة أما دبي بقر نسر كتب اللغة في مبحث حجية تفسير القرآن باللغة إلا لو مبحثك لدرسان الرابردو باس ما كرد إلا مصادري قرآن تفسير القرآن قلت ما ليك لو أنا باللغة لا يحجي كمان باس كرد. وسيأتي لاحقا في فصل الرابع لفصل سارمج لو باس أو باس دي عن مسألة إحداث قول جديد في التفسير يعني هناني قصيتش نوي أو كسلفنا يكرد بيتن حكمك يتشون دبيتن بينزم زانس لو زانستاني كمفسر لتفسير بالرأي بي الحكم الشرعي الذي تنطق به الآية يعني آياتك حكم شرعي كي باس كردا بيدي قلت فقه الآية. معرفة الحكم الشرعي المنصوص عليه جزء من التفسير زانيني حكم الشرعي لبون الصكان أوش باش يكال تفسيرها لأن الآية لا تبين إلا بيانه لا تتبين آياتك الرنا بمقر بياني بكيت بزاني حكم كيت يعني أما ما كان مرتبطا به من أحكام أدي أويك بيوندارة بأحكام لا تؤخذ من نص الآية أويك مباشر لنصك ورناجري فإنها ليست من علم التفسير يعني علم التفسير بيناغوتري يعني عندك استنباطات فقهية لآيات ورجرا بلا من نصك باسي نكردوا كما عندك الدلالة ما هي لكتب يصول دخل دلالة كان دلالة إشارة فحوي كلامة مفهومي مخالفة زورش دي كمان هي أو أنا بمباشر للفظك الصريح باز نكره بلام لي ورد جيري بو او بينا قلت التفسير بل كوتي بيدا قلت بل من علم الفقه علم فقهي بيدا قلت وغالب ما ورد في تفسير السلفي من بيان الاحكام انما كان بيانا للحكم المنصوص عليه في الايه زوري ني تفسير ايات احكام السلف اجا سيركن او كمنصوصه كبنص حاتوا يعني او كدچته باب تفسير والخلاف في فهم الحكم المنصوص عليه اديت يا وازيله تيجيشن لو حكم كلنا السكاب باس كراوا كالخلاف في غيره من الآيات التي ليس فيها أحكام وكو آيات أنا ويكلوش خلافه ما دام لوي خلافه لويش بهمان شد خلاف دروس بوا وهذا يعني أن المفسر تفرق معني بمعرفة الحكم المنصوص عليه في الآية فحسب ليرة مفسر فحسب ليرة مفسر بيويسي بتيه مفسر معنية كمعرفة أحكام كي بزاني أحكام كان بين واجبة حرامة مستحبة مكروهة مباحة بأحكام فقه كان بزاني أو كلنا السكدة هاتوا فإذا مر به حكم أجر حكم يجب يعني بآيات جهات حكم يجدابه فسره تفسير ذكاء وبين الحكم الشرعي في حكم الشرعي كي تدا باز ذكاء نمونا برزان خواهي جور سورة الطلاق لا يتسادف فرمين واللائي يئسن من المحيض من نسائكم أو أفرتاني كوا دست السن يأس يعني اللي تسلوبين صار بصلوا سروا أغلب تسلوبين بسروا أفرت دست السن يأس يعني حيض نامنة سوري ما قال نامنة تفرمي إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر عدي أوان سند سيمانغا يعني أوكاتي أوان جيجن السن يأس عديان سيمانغا
واللائي لم يحيضنا أدي أو هشتا دخول حيض يعني كسكيها اللي تمنع كسكيها هشتا سوري مانجاني نبينيا أو يشبه ماشت سي مانجا أدي وأولاة الأحمال أو كحملي هي أو دوجانا تفرمي أجلهن أن يضعن حملهن بحمل دانا كان كحمليان دانا أو عدة كان لوي تاو دبيتين أو زياتر بو مسألة وفاة زور زار بكارديان مطلقة قالت الطلاق دران بهمان شت لويش عدة كان بدر دكويتن فالآية بين ثلاثة أنواع من المطلقات سيزور المطلقات بس كرديا المطلقة الآيسي من الحيض أو أفرتك كطلاق ددري سوري مانغانا تشكيت السني يأس يعني سوري مانغاني نماوا عدتها 3 أشهر عدك أو سي مانغا والمطلقة الصغيرة التي لم تحيض هروها أو أفرتش كطلاق دراوشتا نجيشتا السني برين 8 حيضة أو عدك يتسندها وعدتها 3 أشهر أو سي مانغا اللي المطلقة في حال حمل دي أو أفرتك طلاق دراو دوجانا تفرمي لو حالة أو صدقات وعدتها وضع حملها حملك يخوي دانا عدك كتايده فهذا هو المنصوص عليه من الأحكام أو آتك بنص باسي كده بصريح وما سوى ذلك أدي غيري أو مما يذكر تفرمي فاستطراد خارج عن حد بيان التفسيري أو بيتا قلت استطراد ورجيراو لتفسير دردسي لحد تفسير دردسي ومجالك اللي شندر باز ذكرين ومجاله كتب الأحكام للتفسير أو لو كتب أحكام القرآن باز ذكرين لتفسيرها باس ناكرين ششم زان زوج زانستاني كمفسر بي به برزان الناسخ والمنسوخ بلان باصطلاح المفسرين استدين باس عندكين ناسخ ومنسوخ تبي شعر زايبك لا سلف مدلول ناسخ ومنسوخ لا سلف معناه يسيا تقول لا متأخرين ننزي عوازة النسخ عند المتأخرين اللي ليس باسي عندكين هو رفع حكم شرعي بحكم آخر متراخ عنه هرقرتني حكم شرعي بحكم شرعي بلام لدواوي داب الزيوا ويمكن أن يطلق عليه النسخ الكلي تطواني وبيبري النسخ الكلي لأن الرفع فيه لجميع الحكم همو حكمك لا دبان نايه لتن نمونا لسراوي برزان ومن أمثلة قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم هو أفرتاني كاريخ رابيان كردوا تفرمي فاستشهدوا عليهن 4 منكم صار الشهيديان السربين فإن شهدوا أجا شهيديان دا كو أفرتا فاحشة كردوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن حبس يعني كان مالا وتوفى ده كان نبي بستدري يعني حكم كان سرتا أو أبوا أو يجعل الله لهن سبيلا يعني وتي خواي جورا برياري ترددا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما أدي أو كساني كواكاري خرابة دكن لأيوا دفرمي فآذوهما أزيتيان بدن تعزير يمكن فإن تابا وأصلح أجرتو بيان كردو قرانوا فأعرضوا عنهما وازيان ليبين إن الله كان توابا رحيما سير ذكين دواتر نسخ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أفرتي زناكرو بياوي زناكر بجلدة ليان بدن صد جلديان لي بدن كواتا أو آتي سوري نساء آتي بازا وآتي شازا نسخ كرا بآتي دوي سوري نور إمام ابن الجوزي دفرمي فدلت الآية الأولى على أن حد الزانية في ابتداء الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا سرتا زانية أجزيناي كربا لسرتا إسلام حكمك وابو حبس ذكره تاوكو لما الوفاة ذكر يعني تاوكو خوا حكم يشتري در ذكر وأو حكم عام في البكر والثيب لبو كسو بيوجن والثانية أدي آية دوم في أن حد الزانيين زانيان هردو كتسبوا أذى يعني لدانيان بو تعزير كردين بو فظهر من الآية يعني أن حد المرأة الحبس والأذى جميعا أفرتك أجر هاتو زناي كربا هم حبس ذكرها هم أذى ذكرها وحد الرجل كان أذى أي أفرتي بياوي بس أذابه ونسخ الحكم أو دو حكما نما بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أو تفسير نسخة للاي متأخر أدي للاي سلف أما النسخ على اصطلاح السلف فمفهومه أوسع من ذلك تيجيشتني وان فهمي وان فراوان تربو فهو عندهم رفع حكم هرقرتني حكمك بلام رفع أي معنى في النص بحكم آخر يعني هرقرتني هر معناك لنصك بلام بنص يتشير كرفع العمومي بالتخصيص يعني عامة تخصيص دكاوان لباتي بيانقو بالتخصيص ديانقو أوش نسخة
ورفع الإطلاق بالتقييد آياتك مطلق أجر مقيد كرابات يعني جو نسخة لا سلف. ورفع الإجمال بالبيان أجر آياتك مجمل بعد وات البيان بعد يعني جو نسخ كرا. ورفع بالاستثناء يعني أجر آياتك استثناء كرابات بهماش بيان جو نسخ. بويا سيركن برزان لا سلف أو شيء وزان تازة باس ما كرت لكن نوان نسخ بو بلام أو بيدا قلت النسخ شيء جزئي نسخ شيء كلينيا. ويمكن تسمية هذه الأنواع التي يقع عليها المسمى النسخ بالنسخ الجزئي كباس ما كرت. نمونة السلوى إمام الشاطبي دفرمي وقال قتادة لقتادة نقل دكا اتقوا الله حق تقاته دفرمي أنه منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاته لأخوة بترسين وكو أويكا ما في لترساني هي لا سورة آل عمران لآياتي صدودو تفرمي أو نسخ كرا بس سورة التغابن آيات شازة فاتقوا الله ما استطعتم أو دي بيتان ذكرت. وقاله الربيع ربيع كري أنس والسدي وابن زيد وهذا من طراز المذكور يعني ليش وازي كتازا ما باس ما كرد لأن الآيتين مدنيتان سكارتو آيات كان مدنينا ولم تنزل إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيه أو كاتج دابزي كواد الدين كحرج تدان يعني قرساين يخ وما جعل عليكم في الدين من حرج خاي قلت فهمي أما القرآن ما بيوني لك بيتبار قرساي بسريوا. وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع وهروها التكليف شبوي كمرو بلتوانا إيدان نبي هرجي رعوة فصار معنى قوله اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم كواتكاك ضلن حق تقاته ما بس تقاته ما بس يويا كأون دي بيد ذكري وهو معنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم. فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق السورة آل عمران مقيد بسورة التغابن هذه ما بس يعني سيكا ضلي أو منسوخة ما بس تقييد كردنا تقييد كردنا أو آياتي بمطلقي لسورة آل عمران هاتيان بو آياتي ما استطعتم لسورة التغابن هاتيان. بو دفرمي والسلف كانوا يطلقون على كل هذه الأنواع لو تزورنا كتازة باس ما كرن عام بتخصيص بكري إطلاق بمقيد بمجمل بمبين برفع بكري باستثناء أو أنا هرهمو بيان دقوترا نسخ بلا تفريق ما بيتجاوز كردن. لذا يحتاج المتأمل في كلامهم فيه إلى إعمال النظر بويا مفسر لرب بيويستي بيا عقلي خوي بكار بيني بزاني كوا مفهومي نسخ لا سلف تسمعنا يا ولا متأخرين سمعناه ومعرفة أي أنواع النسخ مرادهم شهان ما بسيتي نسخ كلي يعني نسخ جزئي. والمنسوخ من آيات القرآن ينسخ في الغالب بالقرآن وزورني آيات كاني كالقرآن نسخ كراوة بقرآن ذكرين. وهذا العلم يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن وش باب تفسير القرآن بقرآن وتحصيل ذلك يكون بالرجوع إلى الكتب أو السن أو تفسير القرآن بالقرآن بدزين بو قرانا بو كتب وخاصة كتب التفسير أو تفسيرين كتفسير القرآن بالقرآن وخاصة كتب التفسير السلفي هروها كتب تفسير السلف كتب ناسخ ومنسوخ وهروها لأنها تجمع ما فيه أنه ناسخ أو منسوخ من الآيات دبروا لتفسير السلف أجسير كين باسي آياتنا ذكركوا نسخ كراوين ليري إن شاء الله كتايبم درس دينين درس دهاتو إن شاء الله بإذن خواهي ورسينا سر فصل سارم الاختلاف في التفسير والإجماع عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.